نظام فهمي العادي ايه لذيذ على فكره أوي. لذيذ يعني. صاحبك تعرفه ولا طياري؟ لا اعرفه كويس. اعرفه واعرف شامي وميدو. لا بتكلم عليه هو، ما هو عشان هو بس اللي لا، معانا لا، في الحلقه. صح. بص اقول لك حاجه، لقيتني بدب فيه جامد وجاي عليه، خش دب فيه معايا. اسمع مني، اسمع مني. ادب يعني مثلا رد يعني هستفزه، هيتكلم مثلا معاك، جاب سيرتك بحاجه وحشه بتاع، خش فيه. تمام ماشي. ما تقلقش بقى، مش صاحبك بقى ولا مش صاحبك وبتاع كده. اخش فيزيت معاك معايا يعني لو لقيتني داخل في شمال، بس هو بصراحه بيني وبينك ايه، مش عارف يعني، مش نزل لي من هنا. فلو لقيتني داخل فيه بتاع هوبا كده، خش معايا بقى، مش تسيبني لوحدي وبتاع، خش معايا. ماشي. باراكوتا جاب الضيف وذبح له القطه، خد بالك خد بالك. في البدايه عايز اسالك يا فهمي، اقول لك انت كروي. انا مش هسالك انت كروي ولا لا، انت كروي وكروي قوي. بتلعب كوره كتير. صح. مين صحابك حبايبك قوي في الكوره؟ كابتن امير طبعا. ده عشان قاعد؟ لا ده حبيبي. حبيبك ايه، من ايام الجيزه؟ من ايام الجيزه. لا بجد يعني، انا اعرف انك ليك صداقات في مجال الكوره كتير. حضري حبيبي قوي. حضري. وكده شوقي مثلا. شوقي. عشان كده ما خدت شوقي بقى في كليب من كليباتك قبل كده؟ ايوه خدنا شوقي ومتعب، وكان شوقي وحسن مصطفى. شيتوس. كنت المفروض انا اروح. وعمرو سماكه. وعمرو سماكه بالظبط. وحسن مصطفى. كنت المفروض اروح انا معاهم بس اعتذرت. وطنشونا احنا. ماشي. امير، معروف عنك الارتباط دايما باهل الفن. حتى في ناس دايما بتتكلم يقول لك امير وما اعرفش، مع ان دي مالهاش علاقه بحاجه يعني، الواحد يبقى له اصحاب فنانين وكده. اكيد طبعا الناس الفنانين بيقدموا رساله وطبعا بيقدموا فن راقي، وسواء على المستوى يعني السينمائي او الغنى. يعني انا اعرف ناس كتير جدا، منهم احمد طبعا، واعرف حمائي، الناس برضو يعني زي اخويا بالظبط. حمائي ده حبيبك. حمائي ده وضع طبيعي جدا. انا كنت، انت عارف اكيد انت ليك برضو صداقه، لان طبعا الفن والرياضه مرتبطين. لا ماليش. لا اكيد انا ما اعرفهمش. اكيد تتعرف طبعا على ناس تعرفها اكيد في اي مكان، في اي مناسبه بتعرفوا على بعض. ده مش عيب، مش حاجه عيب يعني. مش حاجه عيب. بركات هنا مسخناتي مولعها نار، بركات هنا مسخناتي مولعها نار، خد بالك خد بالك. مين هو هداف الدوري موسم 2008-2009؟ فلافيو، فضل، محسن ابو جريش؟ لا فلافيو اخر جون جابه في الدوري هو اللي خلاه هداف الدوري. هو فلافيو صح، وكان معاه بابا اركو كمان. صح كلام فعلا مظبوط. 12 جون هم الاثنين، كل واحد جاب جون 12 في اخر كل ماتش. واحد جاب 12 بالظبط. كلام صح بالظبط. هم كانوا جايبين 12. ايه رايك؟ متهيألي بركات. لا للاسف جبت 10 تجوان بس. والاصابه حرمتني ان انا اكمل الماتشين 3 اللي في الاخر. الله اعلم، يمكن كنت كملت. هو متهيألي كان في احمد جعفر برضو. لا احمد 11 وغياب المصري 11. و11 ممكن. احنا مفيش اختلاف لحد دلوقتي، العمليه ماشيه زي الفل. واضح انه متابع كويس. من هو احسن لاعب في كاس الامم الافريقيه 2006؟ 2006 محمد ابو تريكه، محمد بركات، احمد حسن؟ يا محمد ابو تريكه طبعا. يا اخي والله العظيم عيب عليك اكون قاعد تقول لي محمد ابو تريكه. طبعا كنت من جوه البطوله، بس محمد ابو تريكه هو اللي خلاص. عيب والله. جاملني يا اخي. جاملني يعني كويس يعني، حاطين اسم كويس يعني. جاملني معلومات ومش عايز اقول حاجه غلط عشان ما تفتكروش ان انا لا طبعا احنا ما يخلصناش نقول حاجه غلط يعني. بس برضه يعني تجاملني وفي الاخر نرجع نقول لا الحقيقه بقى كان فاصل بس خدها محمد ابو تريكه. ايوه هنقول محمد ابو تريكه، محمد بركات، احمد حسن. طبعا كان محمد ابو تريكه، وكان عمل بطوله جامده قوي، ونقول هو اللي كان يعني شايلها بصراحه، كان شايل المنتخب على اكتافه. ايه رايك في 2006؟ كنت بتروح مع الناس اللي كانت بتبقى ماليه الاستاد؟ يعني مش قوي يعني، مش قوي، بس حتى كنت بتتابع. طبعا. لا انا كنت بتابع البطوله طبعا، انا بحب الكوره وكده، بس ما كنتش بروح الاستاد كتير، كان بيبقى في زحمه بقى وكده، وانا بتخنق من الناس. في زحمه وكده، وحر وقرف حر بقى وبتاع ايوه وبتاع وكلام نعناع. مش راسه بهدله. طب ايه رايك يعني، بمناسبه ان ابو تريكه خد احسن لاعب في البطوله، كان ايه رايك في مستوى ابو تريكه ساعتها؟
كان جامد جدا مصطفى ابو تريكه، هو لغايه دلوقتي ما شاء الله ولحد دلوقتي يعني طبعا يعني، بس يعني انا بكلمك ان علشان جبنا سيره. بص هو زي ما انت قلت كده، هو كان شايل فعلا البطوله على كتافه يعني، وزي ما احنا شفنا كمان في البطوله الاخيره دي بتاعت بطوله القارات، هو قد ايه هو يعني لمساته كلها بنسبه كبيره قوي صح، فيعني فمتهيألي كمان في 2006 كان عالي قوي يعني. مالك هادي كده ليه؟ لا مفيش، بسمعه. يعني انت عندك طيب تعليق على محمد ابو تريكه بعد فوزه باحسن لاعب في كاس 2006؟ ابو تريكه يعني ممكن يكون اتظلم برضه في حته انه ياخد احسن لاعب في افريقيا. طيب سيبنا من ابو تريكه، علشان واضح ان انت قاعد عمال يعني ايه تجامل وبتاع، وجت سيره ابو تريكه، وانا عارف لعيبه الكوره كل واحد هيجي سيره زميله وهيقول له. طب انا لو سالتك ايه رايك في ابو تريكه؟ مين؟ ابو تريكه مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. انا مالي؟ انا لما حد يبقى يسالني ابقى اجاوب وبتاع، بعدين انا لما هجاوب انا جابوني قالوا لي مذيع، خلاص مذيع. انما انا ابو تريكه ايه وخلاص، ابو تريكه شويه صيت وخلاص وعلى الفاضي. يعني معلش، ما هو يعني ايه بيعمل ايه زياده عن البشر ابو تريكه؟ بيلعب يا كابتن. لا لا بس زعلان. ايه اللي مزعل؟ بص زعلان اصل انا بحبه بصراحه. كلنا بنحبه يعني، احنا بنكرهه بعدين نحبه. انت حاجه. طب انا اقول لك على حاجه، بلاش انت، انا هسالك انت بقى، فاهم اقول لك ايه رايك في امير الشخصيه وكحارس مرمى؟ شخصيا طبعا بكل وضوح وبكل صراحه. ما تشوف انت كمان بتجامل لا يعني حاول تجامل. لا خالص، ولا هو على المستوى الاخلاقي يعني راجل محترم جدا، ويعني تعاملاتي كلها معاه كانت كويسه جدا في كل حاجه يعني. حلو. في الملعب يعني هو طبعا حارس مرمى ايوه كويس، بس يعني في شويه حاجات انا شايف ان هي بس يمكن نتيجه ان هو ما لعبش كتير، او يعني انا مش عايز برضو ايه يعني. انت بص، لا انا مش عايز تقول لي انا مش عايز وتقعد ساكت وكده يعني. انت بتقول لا خالص، ايه؟ بس هو ما لعبش يعني كتير. الاول ما كانش بيلعب كتير وحصل ومشي عصام وبتاع، وامير جات له فرصه ذهبيه يعني مستنيها بقى له سنين طويله، وجه ولعب وكان كويس قوي وتمام التمام. انا عايز اعرف ايه اللي حصل بعد كده. بص هو في الفتره اللي انت بتقول عليها، الفتره اللي هي الذهبيه اللي المفروض كان ياخدها دي او ينتهزها يعني. يعني انا عن نفسي ما عجبنيش، بما ان انا اهلاوي يعني وبقى لي فتره او كده بشجع الاهلي. ما اعرفش بقى، يمكن قله تركيز، يمكن فجاه مسؤوليه كبيره مره واحده، يمكن بقى لان بص خد بالك هقول لك على حاجه. لا استنى معلش معلش استناني بالراحه معايا. انت عايز انا مش عايز الراجل يزعل مني. لا مش هيزعل. لا يعني عايز اقول لك، انت عايز تقول من الاخر كده بكل صراحه وكل وضوح النادي الاهلي خسر الحضري. اكيد وان الحضري، لا ما تضحكش. مش بضحك والله، بس انا بكلمك انا بس يعني خلاص انت قلت راجل مش هيزعل، والراجل قال لك ايه؟ لا ده التكييف ايه ده لسه بدري، استنى ده احنا لسه هنتكلم. هسيبك لحظه وهرجع لك. حسين، احنا خسرنا الحضري؟ طبعا حقيقي. احسن حارس ظهر في تاريخ مصر طبعا. احسن حارس طبعا. امير بدأ كويس، هل انت تختلف؟ ابتدى بدايه كويسه جدا في ماتش الاسماعيلي الموسم قبل الماضي. حلو علشان انا برضو عايز الناس تدي امير حقه، علشان ما حدش بس تبقى النغمه ان احنا خسرنا الحضري وسكتنا. امير لعب وادى وكان كويس قوي الفتره الاولانيه. انت ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل دروب الامير. فعلا حصل السنه دي دروب كبير جدا لامير. مش السنه دي، هو مش هنقدر نقول السنه دي، لا السنه دي كان الراجل كان ماشي كويس قوي. هو الفتره الاخيره حصل دروب، بس الدروب ده ليه من وجهه نظرك انت؟ هل عشان حس ان هو خلاص بقى الجون الاساسي الفاز اللي هو خلاص بقى بتاع النادي الاهلي، خلاص ما حدش يقدر يقرب منه فعشان كده نزل؟ هو ما كانش فيه منافسه، هو فاكر ان ما كانش فيه منافسه، ان ما فيش طبعا غير احمد الشناوي مفيش اي منافسه. محمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم. حاسس ان هو مفيش اي منافسه، ورمزي صالح من فلسطين، فهو ما توقعش ان هو يكون رمزي صالح حاجه كويسه زي ما ظهر بيها رمزي صالح في الفتره الاخيره. سليم. بس فهو اكيد كان فاكر ان هو رقم واحد دلوقتي، ومفيش حضري طبعا خلاص. بس هي دي المشكله اللي هو اكيد فقد تركيزه، افتكر ان هو حارس المرمى الاول في النادي الاهلي وبس. انا من الواضح ان هو الراجل ده عمال يبتسم كل شويه، واضح ان هو يعلم عنك الكثير والله. فهمي دوت يعرف عنك الكثير ومش عايز يتكلم ومش عايز ينطق. لا خالص، بس كابتن امير تمام، راجل تمام. بس تمام ازاي؟ تمام ازاي؟ بس احنا خلينا في الكوره، يعني خلينا في حته الكوره. الكوره ماشي، الكوره في ناس كتير تعرفها، بس الناس عايزه تعرف ايه اللي بعد الكوره، ايه اللي بره الكوره.
اشتغل فنان يعني. هو احنا على طول بنتقابل يعني مثلا في كافيه بتاع مش عارف، بس انا شايف ان دي مش مشكله. ايه المشكله ان احنا بتعملوا ايه في الكافيه؟ هنعمل يعني نتفرج على ماتش مثلا، نتفرج على حاجه حلو بتاع، نقعد نشيش مثلا. تشيش؟ انا ما بشيش بس يعني انت كمان يعني انت بتشيشه وانت ما بتشيش، يعني هو اللي بيشيش. هو بيشيش لا، ومش هو بس يعني اصحابنا مثلا اللي لعيبه كوره كتير بتشيش. لعيبه في لعيبه كتير قوي بتشيش. بس امير مش منهم، انا متاكد. ولا ايه؟ ايه رايك انت؟ بس ضحك يا لهوي يا لهوي يا جماعه انتوا جايين تقعدوا في الراجل ده، انا مش عايز. لا انا بس عايز اتكلم يعني لو هنتكلم عادي ولا لا انا هخليك تتكلم عشان انت هتتكلم كمان قوي، يعني بما انكم اصحاب. انا في موضوع الحلقه بتاعت النهارده انا هنخبط في بعض كنت على فكره. لا مش عمرنا ما هنخبط في بعض. موضوع الحلقه بتاعت النهارده دوت انا هتتكلم فيه كتير. لا تمام. حسين احنا متشكرين قوي، ميرسي قوي ليك. بس مش عايزه يزعل مني على الكلام اللي قلته، بس انا خلاص انت ما قلتش على حاجه خالص. انت يعني ما انت ما قلتش حاجه. احترم رايك طبعا. شكرا. هو امير بيحترم. ميرسي قوي حسين. ميرسي قوي. فاصل وهنرجع لكم تاني. يا عم اسرح. ايه كنت اتجهت هزاني كنت ولا ايه؟ لا يا عم هزقك ايه؟ لا والله العظيم ابدا. انا لو هزقك ما اجيبكش والله. اوعى تسمع مني يا امير والله. اخبار الشيشه ايه؟ لا بس الشيشه تفاح. بس الناس مش هتصدق كمان تفاح. مش اللي هي الناس اللي مش هتصدق. تصدق بالله يا امير؟ اقول لك حاجه تاخد الكلام مني بقى. انا بص بلعب كوره بقالي قد ايه. الناس لو سمعت عنك اي حاجه هتصدقها، اقسم لك بالله. طب ليه بقى؟ مش شيشه وبتاع، ده شيشه وبتاع اي حاجه. هو كده. هو الناس عندها استعداد، خصوصا لعيب الكوره. انت موقفك والموقف بتاع السنه اللي فاتت هي كده دوت اللي هيخلي الناس عايزه تصدق. مين ده اصلا؟ ده حسين الصحفي فعلا، صحفي بس في الضياع يعني. غريب قوي. بركات هنا مسخناتي مولعها نار، هنا مسخناتي مولعها. انخفاض مستوى امير عبد الحميد في الفتره الاخيره رغم تألقه في البدايه، الكلام اللي كنا بنتكلم عنه. بصراحه وكل وضوح، في ناس بتقول امير عبد الحميد افترى. صح، انا شايف ده بنسبه، بس مش الافتراء اللي برضه الناس افورت فيه. هو افترى طبعا، لان لما اول ماتشين مشيوا وبتاع، وزي ما كان الاستاذ كان موجود بيقول برضه كان معاه الاحتياطي مش عارف اسمه محمد ايه وكده، ورمزي صالح، فهو كان شايف ان هو اجمد واحد ومش هيجيبوا حد دلوقتي وهو اللي هيقف على طول بالظبط. فبرضه ده بيدي شويه نوع من انواع الغرور، لان انخفاض المستوى جه مفاجئ فجاه. وانا شايف ان برضه مسؤوليه، لان النادي الاهلي يعني بص كده، عصام الحضري قبليه كان مين؟ احمد شوبير قبليه كان ثابت الله يرحمه. يعني بص الاسامي، اكرامي. فانا قصدي ان برضه مسؤوليه حارس مرمى النادي الاهلي دي مش مسؤوليه سهله خالص. لا طبعا. طب بص، بما انك راجل بتتكلم على الكابتن ثابت والكابتن شوبير والكابتن اكرامي وكلام من ده، وبكل صراحه برضه، والراجل يعني اعتبره الراجل الغلبان اللي قاعد جنبك الراجل لا اعتبره مش موجود. هل انت شايف وانت يعني بتقول فلان وفلان 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 وكله بيسلم كله، هل انت شايف ان امير عبد الحميد على مستوى الحراس اللي انت ذكرتهم دول؟ يعني بصراحه من غير مجامله لا طبعا. يعني مش تقليل منه، بس هي الفكره ان يعني بص احمد شوبير يعني ثابت البطل، حضري مش عارف مين، كابتن عادل هيكل، كابتن اكرامي، الناس القديمه برضه يعني. طبعا انت بتتكلم فعلا شايف الناس ثقيله فعلا بالظبط. وبعدين بص يعني يعني كل فرق بيبقى عندها قصور في حاجات معينه، ممكن مثلا يجي مهاجم كويس وبعد كده يبقى لا مفيش، لكن الاهلي طول عمره عنده حارس مرمى. الراجل دوت ما بيتكلم ما بيجاملش، الراجل ده بيتكلم فير. لان ساعات بص يعني زي بجد ممكن تلاقي مثلا في مثلا في الاهلي كان عندنا مهاجم مش عارف مين، وبعد كده لا، وبعد كده ما عندناش مهاجم، وبعد كده لكن دايما عندنا حارس مرمى كويس الا بعد الحضري. انت امير مش مقتنع بيه كحارس مرمى اول للنادي الاهلي. امير ترشحه يبقى حارس مرمى النادي اللي تحس ان هو يعني هو بتاع امير. يعني ممكن مثلا طلائع الجيش مثلا. وفي معانا مداخله تليفونيه، الاعلام القدير مفيد فوزي. استاذ مفيد. الو. ايوه. ازيك يا كابتن؟ انت عارف حضرتك انا اخر مره شفتك في اسماعيليه. اتذكر. وانا اتذكر برضو. معانا احمد فهمي وامير عبد الحميد. حضرتك سمعنا؟
الصوت بعيد مش سامع بالظبط، علي صوتك لو سمحت. حضرتك معايا احمد فهمي وامير عبد الحميد. حضرتك تحب تقول ايه وتقول لمين؟ هو انا ليا بس راي صغير، معلش هزعجكم، ولكن يعني هو يعني عد عني الامانه والراي الصادق. مع احترامي الشديد لكابتن امير، انا احبه واحب طبعا الكره المصريه. كابتن جوزيه وهو يعني راجل مدرب رائع عظيم، لكن اعيب عليه في شيء واحد بس، اللي هو ان هو ازاي يعني بعد الحضري يجيب حد تاني زي امير او غيره، مع احترامي ليه. لا معلش يا استاذ مفيد، هو ما جابش امير كان موجود. ده النادي الاهلي. لا لو سمحت اقول لحضرتك على حاجه بس. لو سمحت ما تقطعنيش. لا امير ضيف. لا معلش حضرتك امير ضيف، احنا بس عايزين امير ما جبناهوش، امير كان موجود. بكلمك انت واقول رايي بامانه، مع احترامي لاي حارس مرمى في مصر، اما نشيل الحضري من النادي الاهلي لازم نحط شخص كفء اكتر منه. احنا ما قطعناش في الحضري يا استاذ مفيد، كان في الاشبال او غيره، ومع احترامي ليه وشكرا ليه. احنا قطعنا في الحضري؟ الراجل بيصيد في الحضري، بيتكلم عن الحضري كويس. ماشي انا عارف، هو عنده حق طبعا في جزئيه ان الحضري طبعا حارس مرمى كبير وحارس مرمى خبره، لكن لا بس هو الاسلوب برضه ده يعني ايه، ماشي انا بقول لك كل واحد في حاجه بس ما عندوش حق في حاجه ثانيه. الاسلوب كل واحد برضه يقول رايه. هو بيتصل هو مش عاجبه. هو احنا قلنا له امير معانا في الاستوديو، بس هو واضح ان هو ايه، حضر انت فاهم يعني، صحابه كتير وحبايبه كتير. لا والله يعني مفيش حاجه. طيب بس على فكره كنت انا ما بعرفش اتكلم، يعني مثلا كل ما حد يتكلم انا ما بتكلمش. هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني مع الموهبه اللي احنا عايزين، علشان يعني امير عايز يقول حاجه برضو تاني، برضو مش هخلص الحلقه غير اما اسمعها من امير عبد الحميد. فاصل وهنرجع لكم تاني. طولنا ميه والنبي يا جماعه. عمرو بقول لك ايه، الو عمرو بقول لك ايه، ما تدخلش تليفونات من فضلك. لا خليه يدخل، كنت خليه. لا والله خليه لا كل واحد يقول رايه. لا معلش هو انت ماشي، انت بتتكلم وكل حاجه، بس هو ده داخل علشان يقول لنا الحضري. ما حدش يتكلم على الحضري، احنا ما قلناش ان الحضري وحش. احنا يا اسمع بقى. ممكن ما اسمع؟ بقول لك ما ردتش عليه ليه؟ هو انت اديتني فرصه ارد. بقول لك ايه، ما هو قال هو بص، لا مش غلطته، لا معلش مش غلطتي انا ايه بس يا جدع. هو قال رمى كلمتين وقفل، قال لك شكرا وقفل. هو الراجل قال كلمتين وجري. بركات هنا مسخناتي مولعها نار، هنا مسخناتي مولعها نار. خد بالك هتسمعنا ولا هتمثل لنا ولا ايه؟ او ناخد حاجه وحاجه كده سريعه يعني نقسمه، مفيش مشكله. انا هاجي على نفسي وهبعد، يمكن بس انساك حبيبي. كمل هو ما ينفعش كده. سوري تجربت حاجه. حبيبي ولا على باله شوقي إليه ولا شاغل بال انادي عليه. انا عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف في يوم بعدك اعيش. انت البت سوكا؟ ايوه انا البت سوكا. انت؟ ايوه انا. وبتضربي اخويا ليه؟ كيفي كده؟ ايه احنا بنحشش مع بعض؟ ايه كيفك دي؟ شايش. والله العظيم يا سوكا، والله العظيم تاني لو ضربت اخويا حسن والله العظيم لحميك. رايك؟ انا رايي اهم يعني ايه، ناقد مثلا ولا رايي عادي، واحد الجمهور يتفرج على مشهد وبيحكم عليه بكل تلقائيه. امير يعني هسالك قد ايه؟ هسالك لا سؤال صريح ومحدد، ينفع ولا ما ينفعش؟ وحش الراجل ده؟ وحش؟ طبعا وحش. طبعا وحش. خلاص انت ايه رايك في الموضوع؟ بص يعني طب ازاي ما ينفعش يعني؟ انا اسف معلش والله بجد سوري. طب بص يعني انا متهيألي الغناء ده كفايه ان احنا ممكن نحكم عليه. يعني انا عايزك يعني معيد في الكونسرفتوار وكده ودارس يعني، فانا ممكن اقول رايي يعني.
بص هو دلوقتي الغنى ما بقاش بس صوت كويس، دراسه. لا انا قصدي ان دلوقتي في شكل، في كاريزما، في مش عارف. انا شايف ان هو عنده شويه حاجات منها يعني شايف بسم الله ما شاء الله يعني اقف كده يا حماده. طوله يعني طوله ما شاء الله كويس، وده طول كويس على فكره. ده كويس. لو سمحت يا امير من فضلك. يعني بجد الطول كويس. انا شايف ان يعني عنده كاريزما، ان هو يعني اصل دلوقتي اقول لك على حاجه، في دلوقتي مغنيين كتير قوي ما عندهمش صوت بس شكل وشو، وكمان هو عنده باور. يعني دلوقتي انا دارس مزيكا ومعيد في الكونسرفتوار وبتاع، فانا من تشرب شيشه اللي انا شايفه ان هو يعني ما اضحكش عليك ساعات تشرب ساعات احيانا يعني، بس مش كتير يعني. لما تبقى تاخد امير وتروحوا تضربوا مع بعض. انت بتروح فين؟ بتضرب الشيشه فين؟ بتضرب فين؟ هو بيضرب في مدينه نصر، انت بتضرب في مدينه نصر اكيد ما بتضربش في المهندسين. بتضرب في مدينه نصر؟ في جده. بتضرب كام حجر بذمتك في القعده؟ ولا مع جده؟ يعني بالصوت القوي اللي انا سامعه ده، عايز اعرف مثلا لما تقعد على الشيشه بتخلص كام حجر؟ خلاص يعني هو 2 على الاقل يعني. 2 يا راجل؟ بص انا ما بقعدش كتير. ما تعمرش معاه 2 يا راجل. لا يعني ما تظلمنيش برضه يا كابتن. امير 4 حاجات. لا بس انا شايف، انا بص انا فهمي، انا شايف بس انا شايف في ناس قالوا لي يعني سبب قوي جدا دي على فكره. عنده شويه حاجات بقى محتاجه دراسه، يعني اللي هو يقعد مع حد بعود مش عارف ايه، لكن هو صوته طبعا كويس. ميرسي قوي يا ابو حميد، ميرسي قوي. بس انت ركز في الغنى اكتر من التمثيل. ماشي خلاص اوكي. ابو حميد شكرا يا العفو. ما تكترش بقى، بقى شد بالراحه. احمد ما تزعلش يا احمد، انا اسف. لا ولا يهمك. سوري يا احمد. اسف ايدي عشان ايه؟ لا مش عشان هو، علشان انت دمك التقيل السم جدا، والواد هيموت وهو ماشي. والله العظيم الواد ده بجد، وكل ما يغني انت اوفر عمال تضحك ضحك ماله في بعد البرنامج. بقول لك ايه والنبي عشان خاطري، احنا بنسجل دلوقتي صح؟ طيب طبعا احنا يا جماعه كنا سعداء بوجودكم جدا النهارده. رمضان كريم. وامير احنا يعني انا عايز اقول لك في نهايه الحلقه ان يعني احنا كنا يعني بنعمل فيك مقلب، بنهزر معاك، بنغلس عليك، بنستفزك، ويعني فاهم يا صراحه. لو عايز اقول لك حاجه، فاهم يا صراحه. وانا مستني. لا بص انا مستني انك تخبط فيها. امير مستنيني اخبط في فهمي عشان يخش ورايا من اول حلقه، بس مش شايف اخبط. عمال ابص لك الدم فيه. انا عمال ابص لك. اقول لك ايه، هقول لك حاجه، فهمي برضه مش سهل يا ابن اللذينه. اقسم بالله ما سهل، مش سهل خالص. عمال يدب يا جماعه. احنا عايزين نقول حاجه، ولا شيء. الراجل دوت راجل نضيف تماما، عمال بقى ده الراجل اعترف على نفسه انه بيشرب سجاير بتاع شيشه بتاع الراجل اعترف بكل حاجه يعني بصراحه من زهقه مننا. طب احمد تعالى بقى انت. فطبعا حسين واحمد طبعا عايزين يسلموا عليك. الناس دي بتحبك قوي يا امير على فكره. يلا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم كده. خد بالك